السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. عباس ينقذ الزمالك. الراجل اللي كان مرتضى منصور ليل نهار عمال يشتم فيه، هو والإعلامي هزازين الرؤوس ليل نهار كانوا عمالين يشتموا في ممدوح عباس والعتال وأحمد سليمان وكل الناس اللي كانت بتمد ايديها للنادي كانت بتشتم وتتهان. تعالوا النهارده، انتوا عارفين ان زيزو متمرد، عشان نكون واضحين بس مش عايزين نقول ايه مصاب. زيزو متمرد وقال مش هلعب الا لما اخد فلوس. الاستاذ ممدوح عباس النهارده كان في زياره للنادي، فشاف الحال اللي عليه الزمالك. الراجل راح متبرع بفلوس زيزو، ناس تقول 5 وناس تقول 8 هو ادى زيزو مستحقاته عشان نكون بس الكلام واضح. ودفع 12 مليون جنيه مرتبات شهرين للعمال. العمال اللي قبضها 1002 بقالها شهرين ما قبضتش. ادي الاستاذ ممدوح عباس اللي كان عمال يتشتم، اللي صورته ما كانتش متعلقه في لوحه الشرف بتاعت رؤساء النادي، كان شايلها رئيس النادي السابق، عشان تعرفوا مين اللي شغال لصالح النادي حتى لو مش هيقعد على كرسي، ومين اللي كان بيسرق النادي على طول كده. ناس كانت قاعدة على الكرسي عشان تنهب النادي بس، من بيع لاعبين لسمسرة لفلوس اعضاء لناس متأيدة ما مش عارفينها رايحة فين وجاية منين، وناس بتقبض وهي ملهاش وجود في النادي اصلا. والكلام ده كله كشفوا اللي هو حسن موسى، والوزير قالوا ليه الدنيا هتخرب، شيل بعت واحد بيساوي من على الوش. كل الاحترام للاستاذ عماد البناني، بس هو بينفذ المطلوب منه من وزير الشباب والرياضه. وزير الشباب والرياضه عايز يسلم النادي من غير ما يجرح في مرتضى منصور. ليه؟ عشان بس مرتضى منصور ما بيسكتش، هيقول على السويس وعلى دمياط وعلى بنها الحر وهيقول على كل الكلام. فسيادة الوزير سكة ودغري كده مش عايز يطلع حاجة على مرتضى، مع ان القضية اللي على مرتضى دي كان سببها ان الاستاذة لمياء خيري طلعت مخالفات بمليارات في 2018 مش عارف 2019 بمليارات. طلعت مخالفات على نادي الزمالك. الست عشان طلعت المخالفات وظهرتها اتشتمت واتهانت واتخطف عرضها واتثبت، وهي الست لزمت الصمت وماشيه بالقانون، واتحكم عليه بقضيه 6 شهور وجبه تنفيذ، والقضاء بتاعنا الحكومه بتاعتنا ما قبضتش عليه، سايبينه مش عارف، الله اعلم، مش عارفين. يمكن معاه حصانه. الاول كنا عمالين ايه، انا نائب ومعايا حصانه، انا معايا حصانه. طلع الموضوع اكبر من الحصانه. بعد ما سقط وما بقاش معاه حصانه ولا حاجه، برضو ما حدش قادر يقرب عنده. الشهر اللي اتحبسوا ده على فكره كان بالاتفاق عشان نكون فاهمين يعني معايا، لكن هو ال6 شهور مش موافق عليهم، فما حدش قادر يقرب عنده. سيبنا من الموضوع ده، مش عايزين نتطرق ليه، احنا خلينا في الحاجه الايجابيه. قبل كده الاستاذ ممدوح العتال، الاستاذ هاني العتال، انا اسف، الاستاذ هاني العتال دخل حط 2 مليون جنيه لاتحاد كرة اليد عشان اللعيبه يطلع لها الكارنيهات وتسافر. النهارده زيزو قال لك مش لاعب، عندي شد في رقم حسابي في البنك فلازم فلوس تتحط في الحساب. طبعا الاستاذ ممدوح عباس لما راح النهارده وعرف ان زيزو ما سافرش والفريق خد على عينيه ورا البنزيمه من الترا سولار، فضيحه برعايه الكابتن صبحي خرم اللي كان واقف لهم جون ده. مش عارف الجون الاولاني ده لما عادوه جون فضيحه خالص، احنا ما كناش شفناه. اول مره اشوف واحد يطلع بره منطقه الجزاء ويطلع على الفاضي واللاعب يحط الكره في الجون. حاجه مسخره، حاجه مسخره. بس عايز اسال سؤال، هو زيزو هو اللي هيعدل الميله دي؟ ما اظنش ان اللاعيبه كلها ما وقفتش، وقفت راجل واحد، النادي ده مش هيقف على رجله تاني. لو كل واحد نسي
بس هقول ايه؟ ينسى فلوسه وينسى مسؤولياته وينسى التزاماته؟ ما هو برضه الناس وراها التزامات وراها مسؤوليات. بس لو كل واحد داس على نفسه شويه الزمالك هينهض تاني معايا. لكن الموضوع كانت اللعيبه كلها زي اللي شاربه ستروكس. نرجع برضو لموضوعنا. الاستاذ ممدوح عباس دفع فلوس زيزو ودفع 12 مليون جنيه للناس الموظفين الغلابه اللي في النادي. حل حاجه وهو لا داخل انتخابات ولا داخل حاجه، بس اللي احنا عارفينه اللي هو بيدعم مجموعه الاستاذ حسين لبيب اللي هي الاستاذ حسين لبيب والاستاذ احمد سليمان، وداخل امين صندوق المندوب مع حفظ الالقاب، والاستاذ هاني العتال المستقل برضو امين صندوق. فهي دي اللي هتبقى متهيألي كده هتاخدها كده، مفيش حد هيقف قدامها، لان الاستاذ فاروق جعفر طلع عليه حكم من زوجته. دي حاجات احنا بنحبش نتكلم فيها، بس الاعلام اللي طرحها يعني هم قال لك عليه حكم، فشكلها كده ان هو هيتنطر من ايه؟ من الترشح على الرئاسه. وانا بلوم على الكابتن فاروق جعفر، يعني انت داخل على منصب رئاسه، طب مش تشوف ورقك وتستف ورقك وتشوف اللي عليك ايه تشيله واللي عليك ايه تظبطه؟ ما علينا. فالاستاذ فاروق جعفر تقريبا، عشان بس ما نقولش حاجات مش صحيحه، تقريبا كده بره الانتخابات. فهي شكلها كده ملفوفه وبورق سلوفان كده ورايحه للاستاذ حسين لبيب. ما علينا، اي حد يروح، بس المهم اللي يروح يشتغل لمصلحه النادي. كل واحد ينسى مصالحه الشخصيه ويتفرغ لمصلحه النادي. سيبوكم من المجلس اللي فات. كل واحد بيقول لك احنا شغالين تطوع وعيالي بيسافروا من جيبهم. انسوا الكلام ده النادي اتنهب. كل الديون اللي على النادي دي اتسرقت. كل الديون والغرامات دي اتسرقت، لان الفلوس دي لو ما اتسرقتش كانت كل حاجه تسدد في ميعادها. ضرائب تتسد في ميعادها، تامينات تتسد في ميعادها، كهرباء تتسد في ميعادها، ايجار الاوقاف تتسد في ميعاده. ده انت على ارض دوله مش ملكك حتى. يعني دي ارض دوله مش ملكك، ارض اوقاف، ولا بتدفعوش ايجار ولا بتدفعوا حاجه، مع ان حواليك محلات بتجيب لك ملايين. المفروض ان نادي الزمالك يبقى فيه فلوس وما علوش جنيه، ويجيب صفقات ويجيب مدرب ويبقى عنده الصوره متوفره. ده لو في حد بيشتغل لمصلحه النادي، لو في حد بيسرق بس ما بيحفش. لكن اللي كان شغال في النادي كان بيغرف بقى، وصرف هنا وصرف هنا ومفيش جماهير يأجروا جماهير ويجيبوا وجبات ويشتروا تذاكر عشان تبان ان الزمالك جماهيره وراه، ويشتري ناس بمزمار تطبل وترقص وهو داخل وهو خارج. فالموضوع كانت هي عزبه، ما كانش حد بيحاسب حد. فاللي احنا طالعين نقوله النهارده ان شكرا للاستاذ ممدوح عباس، ونتمنى الدعم للزمالك من كل رجال الاعمال الزملكاويه. فين الاستاذ مدحت العدل اللي كان كل يوم يطلع لي مع الغندور واحنا الناس دي في الزنقه ما حدش بيشوفها. في ناس كده كلام بس، لكن وقت الفعل ما تسمعش عنهم حاجه. فاحنا نتمنى ان كل رجال الاعمال يعملوا زي ما الاستاذ ممدوح عباس عمل، لان ديون الزمالك كتيره جدا. فلازم وقفه من كل رجال الاعمال يقفوا مع الزمالك، بحيث ان الزمالك يخرج من ايه؟ من اللي هو فيه ده، عشان يقدر ينافس. يعني هم عمالين يلزقوا فيه ويلحموا فيه عشان يبقى ماشي جنب الاهلي، مع ان بينه وبين الاهلي سنين ضوئيه. محدش معترف بالكلام ده. الاهلي، احنا بقى سيبنا الزمالك ورايحين للاهلي. الاهلي عمال يتحارب في مصر وبيتطبطب على الزمالك. يعني الزمالك احنا عمالين نقول الاستاذ ممدوح عباس والاستاذ هاني العتال والاستاذ ده، غير اللي الوزير بيعمله من غير ما الوزير عمال يتفق ويرتب ويظبط وبتاع. لكن لو في مشكله عند الاهلي سيب الاهلي يحل. في مشكله مع الكاف سيب الاهلي يراسل الكاف ويقول له السوبر عامل ايه والبتاع مش عارف عامل ايه. احنا بس كل اللي علينا اول ما نضرب المواعيد
حطوهولي مع الاجنده الدوليه، او 3-4 ايام بينه وبين الاجنده الدوليه عشان اللعيبه تطلع منهكه. طبعا الاجنده الدوليه مش لعيبتك انت بس، ده بره لتونس ونيجيريا والجابون وانجولا، كل المحترفين اللي عندك تبص تلاقيهم خرجوا. تيجي تلعب البطوله بتاعتك زي اتحاد العاصمه تلاقي معلول ما كانش قادر يمشي اصلا، ولا بيرسي تاو، اللي هم بيقول لك اشمعنى بيرسي تاو ومعلول ما انديتهم ما سابتهمش. ما هو ما ديكوا شفتوا اللي حصل. فده اللي انا شايفه ان ده مخطط ضد الاهلي. برضو تعالى في اكتوبر، في 17 اكتوبر هينتهي المعسكر بتاع المنتخب، ماتش ودي. برضو يوم 20 عندنا افتتاح كاس الدوري الافريقي في تنزانيا مع سيمبا في وسط 60,000 متفرج في سيمبا. يعني انت هتبقى مش عارف الماتش بتاع المنتخب هيلعبوه في الكويت ولا هيلعبوه فين، ولا هيتلعب هنا ولا فين، و48 ساعة بين الماتشين عشان الاهلي يروح يتغلب من سيمبا برضه ويعمل نتيجة ايجابية ويجي هنا يتعادل معاه ولا حاجة ويبقى خرج الاهلي. كده هم بينفذوا مخططهم ان هم يحجموا الاهلي ما ياخدش بطولات كتير، ما يتغولش في افريقيا، ما يطلعش في اندية العالم. هي دي الخطة بتاعة الكابتن عامر حسين وهنا بريدة اللي شغالين. قالوا ايوه اظبط، خش شمال يمين شوية، على جنب، لا تعال الجنب ده شوية، اظبط بقى كده، زنوه في الحيطة، خلي بين الماتش والماتش يومين. هو ده كده، هم شغالين كده ضد الاهلي. فالاهلي ومجلس ادارته لازم يشوفوا حل للكلام ده، لان ده كده مخطط لسقوط الاهلي. تعالوا يا جماعة في اخر سنين لكاس السوبر الافريقي ده وبصوا الحكام اللي كانت بتحكم، كلها حكام قمة، بن جايد وفيكتور جوميز يعني بص كلها جايبين لنا حكم درجة 9 وفي الاخر يقول لك ايه، الاتحاد الافريقي حوله للتحقيق عشان الاهلي الجون بتاعه صحيح وليه ضربة جزاء. طب احنا استفدنا ايه؟ حوله للتحقيق ولا يعدمه حتى؟ احنا خسرنا البطولة. لو اثبت عليه ادانة حقيقي مفروض قانونا الماتش يتعاد، ارجع بالماتش، اسحب البطولة وارجع بالماتش، لان ضربة الجزاء اللي ما اتحسبتش اقوى من اللي اتحسبت. انت عارف الجون اللي اتلغى، انا كان نفسي يروح للفار ويرجع برضو ما يحسبوش، لكن هو لا، ما راحش للفار، ما عندوش فار، مش عايز، هو مش جون، واخد قرار انه مش جون. كهربا يتضرب مش ضربة جزاء. اول مرة نشوف اتاحة فرصة، ده كولر خلوه اتكلم هندي الراجل السويسري، قال لك هو في اتاحة فرصة في ضربة جزاء؟ فيا جماعة الاهلي معمول عليه مخطط، يعني لازم الاهلي ياخد موقف عشان يخرج من اللي هو فيه ده، من لجنة المسابقات الفاسدة بتاعتنا والاتحاد الافريقي الفاجر بقيادة هنا بريدة. شكرا يا جماعة، وفضلا وليس امرا تدعمونا بلايك وشير، واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس. السلام عليكم.